ألتقي وإياكم اليوم مع أحد نجوم أسود الأطلس، مع أحد نجوم مونديال قطر 2022 ونادي ويست هام يونايتد، نايف أجرد. أهلا بك نايف معنا. أهلا. في هذه المقابلة. من الصعب أن أبدأ أي لقاء مع أحد نجوم منتخب المغرب دون البدء بالبصمة العالمية التي سجلها منتخب أسود الأطلس في النسخة الأخيرة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022. وسأبدأ معك من تلك البصمة، أو قبل ركلة البداية معك أنت شخصيا. قبل رحلة المونديال جاءتك ربما إصابة، كان هناك نوع من المخاوف لمشاركتك. أبدأ من هذه النقطة، من هذه المرحلة. كيف تجاوزت تلك الفترة، فترة الإصابة والشكوك حول المشاركة مع منتخب المغرب في المونديال؟ صعبة، فترة صعبة بزاف، ولكن الحمد لله بالإرادة وبإذن الله الحمد لله كنت قلت غنحاول نرجع باش نلعب هاد كأس العالم، وهذا الشيء اللي تحقق. كنبغي نشكر نادي ويست هام اللي وقفوا معايا، المنتخب الوطني اللي تا هما وقفوا معايا بزاف، والحمد لله كان الهدف ديالي هو نلعب هاد كأس العالم مع بلادي ونحاول نعطي ديك الإضافة، وفرحان بزاف. لم تعطوا فقط الإضافة، أعطيتوا البهجة لكل العرب في هذا المونديال دون أدنى شك. نتحدث عن الإضافة وما سجله منتخب المغرب في هذه النسخة تحديدا. قبل المشاركة والانضمام لمعسكر منتخب المغرب كان هناك هذه الأجواء الإيجابية؟ كان هناك أنتم كلاعبين كنتوا تشعروا أن هذه النسخة يجب أن تكون استثنائية مختلفة، أم أن الأمور جاءت مباراة بعد أخرى بدون رسم أي مسار للتوقعات؟ نكون صريح معاك، الحاجه اللي بدلات كل شيء في كاس العالم هو التغيير ديال المدرب. ما كنقولش بلي المدرب السابق ما كانش في المستوى، لا بالعكس اهلنا حتى هو لكاس العالم، ولكن المجيء ديال وليد الركراكي عطى واحد شحنه اضافيه للاعبين بان كاين كل شيء باش نديروا كاس العالم اللي كبيره وتبقى راسخه في الذهن ديال المغاربه والافريقيين والمسلمين عامه. ما الذي غيره وليد الركراكي في منتخب المغرب؟ كيف نجح بأن يكسب غرفة الملابس، يكسب اللاعبين ويصل إلى قلوب اللاعبين بهذه السرعة؟ هو يعني أقل من 3 أشهر على تعيينه ونجح. ما الذي غيره؟ كيف غير المسار وما الذي نجح به حتى وصل إلى ما وصل إليه مع المنتخب؟ وليد عنده واحد طريقة ديال الاشتغال ديالو اللي سبيسيال بزاف، كيكون قريب للعابة، كيعرف يهضر مع اللعابه. قبل الماتش غيعطيك واحد الشحنه، كتبغي تدخل تقاتل على بلادك، فهو قريب بزاف. انا اللي كنعرفو ملي كنت صغير، مدرب اللي صريح، الا ما استاهلتيش تلعب ما يلعبكش ويقول لك علاش. وهذا الشيء اللي وقع، كاينين اللعابه في المنتخب ما لعبوش في كاس العالم، ما خداوش الفرصه ديالهم، ولكن كانوا فرحانين وكانوا مع الفريق وكانوا ايجابيين بزاف. دونك هذا هو الدور ديال الوليد في المنتخب، كيعطي كل شيء للعاب، واللاعب خصو يرجع ليه في وسط ارضيه الملعب. ماذا عن العلاقة بين اللاعبين في هذا المونديال، في هذه النسخة تحديدا؟ كان هناك شرخ قبل مجيء وليد الركراكي، لكن وليد الركراكي قرب هذه الفجوة، فكنا نشعر أن اللاعبين على قلب رجل واحد في كل المباريات اللي خاضوها. صراحة قبل كنا بحال الخوت من شحال هذه، انا كنت كنقولها. واحد اللاعبين اللي كاينين في هاد الوقيته في المنتخب المغربي، لاعبين شبان عندهم واحد الجوده عاليه في اللعب، كيلعبوا في فرق كبرى. ولكن المجيء ديال وليد زاد عطى كما قلت لك ديك الشحنه الايجابيه نسميوها، وحسينا باللي احنا اكثر من خوت، وكان الاجواء رائعه في ملي كنا كناكلوا، ملي كنا في مركز ديال التدريب من بعد المباريات. دونك كانوا بزاف د الحوايج اللي جمعوا هذا الشيء هذا باش بين اننا واحد كما قلتي راجل واحد في الملعب. والحمد لله ما نساوش التوفيق من الله عز وجل، عاوننا، ربي كان معنا، والجماهير المغربيه اللي جات كانت غفيره، وانت كنتي في قطر، يعني كانوا كل مباراه كيجيو يساندونا وكيعطيو صوتهم في الملعب، وهذا الشيء عاوننا بزاف باش نكونوا، لا خديتي الجمهور المغربي وحنايا في ارضيه الملعب فكنا كاملين رجل واحد. وهذا الشيء بان ان وصلنا حتى السيمي فينال. بالفعل تحدثت عن الجماهير المغربية والعربية عموما، يعني كانت حاضرة في الملعب، الجميع
اصطف خلف منتخب المغرب، كان يدعم في منتخب المغرب. ما أهمية يعني هذا الدور اللي لعبه الجماهير؟ شاهدنا عائلات اللاعبين، عائلاتكم، جماهير، الجميع يحتفل، الجميع كان يقف خلف منتخب المغرب، والجميع كان يتطلع لأسود الأطلس الحلم العربي المتبقي حتى الأمتار الأخيرة في المونديال. مهم بزاف، حيت ملي كتلعب كل 3 أيام عندك مقابلة في مستوى عالي اللي هو كأس العالم، يعني وديك كتكون شويه بحال كتجيك ديك التعب ملي كتشوف الجمهور والملعب كامل احمر وكلشي كيغوات كلشي كيبكي، فكتبغي تعطي اللي عندك، كتبغي تزيد تعطي. وهذا الشيء اللي وقع. كانوا مباريات ضد اسبانيا باقي عقل، سالينا 90 دقيقه ودزنا الاشواط الاضافيه ومشينا حتى لركلات الترجيح. فكون ما كانوش الجمهور ما كناش نربحوا ذاك المباراه، حيت حنا كنا التعب بدا يبان علينا. انا خرجت كانت عندي واحد الاصابه طفيفه، دونك ما كانش الجمهور ما كناش كاع نوصلوا لهذا الشيء، الحمد لله. ما هي اللحظه نايف اللي شعرتم من خلالها كلاعبين انه بامكاننا ان نذهب لنقطه بعيده جدا في هذا المونديال؟ اي مباراه اشعرتكم بان الفريق لكتابه التاريخ، يبحث عن كتابه التاريخ في هذه النسخه؟ قبل كاس العالم، حيت كما قلت لك وليد ركراكي منين خدا المنتخب الوطني، كان في سبيتش ديالو مع عمرو قال لنا حنا غنمشيو لتما باش نديروا سياحه ولا نلعبوا 3 الماتشات ونرجعوا. لا، كان ديما كيقول لنا حنا ما جيناش باش نشوفوا قطر نرجعوا لها في الصيف لا بغينا مي حنا جينا هنايا باش نبقاو حتى لاخر لحظه، حتى ما بقاو نقدوا نعطيو والو. والماتش الماتش الاول كرواتيا كان ماتش صعيب، خدينا النقطه. بزاف ديال الناس كانوا بداو كيقولوا كيفاش لا خصهم يربحوا هذا، ولكن كانت كرواتيا كان من المرشحين وفي الاخر صدق هو اللي مشى في الترتيب الثالث. دونك وليد كان ديما كيقول لنا حنا ما جيناش باش نديروا السياحه، والحمد لله هذا الشيء اللي وقع. دونك حنا بدينا كنثقوا في راسنا اكثر. ولكن المباراه ديال اسبانيا بالنسبه ليا هو التغيير كامل. اسبانيا منتخب كبير بلاعبين كبار، وربحناهم بالشخصيه، ركلات الترجيح مع الحارس ديالنا ياسين بونو اللي قدم واحد المباراه خياليه. وموراها جا الماتش ديال البرتغال بالنجوم ديالو، ولكن ربحنا اسبانيا، ربحنا بلجيكا، كانت عندنا واحد الثقه عاليه مع احترام الخصم، ولكن كانت عندنا واحد الثقه عاليه، قلنا ما توقع لنا حتى حاجه. ومن ثم نادي رين الفرنسي، ثم انتقلت الى ويست هام يونايتد. جلست فتره تقريبا 6 اشهر او اكثر او اقل في هذه الفتره، يعني كنت عائد من اصابه، ما زلت. سجلت الظهور الاول مع نادي ويست هام يونايتد في الجوله امام ليدز يونايتد، والظهور الاول كاساسي اتحدث في مباراه ويست هام يونايتد على مستوى البريمير ليج. ما هو الانطباع الان؟ هل نايف شايف نفسه جاهز تماما؟ الإصابة الأخيرة لم يعد لها وجود، وستأتي البصمة وستأتي الثقة مع ديفيد مويز للوصول أساسيا في القادم من مباريات. من حدهم جابوني هنا إلا عارفين أنني شنو نقدر نعطي الإضافة لهذا الفريق. جيت في واحد الترانسفير اللي غالي شوية دونك هما جايبيني باش نلعب. الاصابات كيوقعوا، الحمد لله ديما كان عندي ايمان قوي بالله، كنقول باللي غنرجع. اليوم رجعت من بوابه ديال المباراه ديال ليدز، فكنتمنى انني نكمل في هذا المشوار، وانا واجد اليوم اللي نقدر نقول انني واجد 100%. نايف، بالحديث عن ويست هام يونايتد الان بشكل عام، ما هو الانطباع العام في الفريق؟ الثقة بالمدرب ديفيد مويز، لأنه في الموسم الماضي وصل إلى مقاعد أوروبية، في هذا الموسم هو الآن على بعد يعني مسافة فارق أهداف على منطقة الهبوط. هل هذا الأمر يشكل ضغط برأيك على ديفيد مويز، على اللاعبين يحاولوا تقديم أفضل أو الظهور بشكل أفضل في القادم من المباريات؟ أي فريق كتكون عنده واحد الفترة اللي صعيبة. احنا اليوم في فترة اللي صعيبة، فريق عمل انتدابات كبار، جابوا لعابه اللي في المستوى، يعني حتى خص يخلي الناس اللي ما كيفهموش في الكره خص داك الوقت ديال الانسجام ما بين اللعابه. اليوم كنشوف باللي لاعبين في المستوى
خصنا غير نربحوا. ملي كيكون ربح كيكون كلشي مزيان. المدرب كما قلتي طبعا يكون عليه الضغط، اللاعبين حنا علينا الضغط، ولكن هادشي اللي زوين في الكره، داك الضغط كتحاول تبدلو وتعطي الافضل ديالك في الملعب باش تربح. ماذا عن علاقتك مع لاعبي ويست هام يونايتد؟ عدد من الجنسيات طبعا موجود في البريمير ليج بشكل عام، هل هناك علاقه وطيده؟ من هم يعني افضل الاصدقاء لديك هنا في ويست هام بهذه الفتره القصيره اللي اقتربت فيها مع الفريق؟ الحمد لله انا كنحاول نكون كنحترم كل شيء، كنحاول نكون ظريف مع كل شيء. اللي قريب لهم بزاف كاين سعيد بن رحمه الجزائري، كتجيني سهله حيت كنهضر بالعربيه، كنهضروا بالعربيه انا وياه. لعبت في فرنسا دونك كنهضر مع اللاعبين الفرنسيين كورت زوما، الفونس اريولا، كاينين ما بغيتش نقول السميات كاملين، ولكن لاعبين كيتحدثوا باللغه الفرنسيه، لاعبين كيتحدثوا باللغه الاسبانيه، بابلو فورناس، مانو لانزيني، كاينين. وهاد اللاعبين الانجليزيين الحمد لله عندنا واحد غرفه ديال غرفه الملابس، عندنا الدراري كاملين مربيين، والحمد لله انا كنتفاهم مع كل شيء. ما شاء الله تحدث الفرنسيه والاسبانيه والانجليزيه الان والعربيه. تعلمك للغه نايف جاء من خلال الممارسه يعني في مسيرتك الاحترافيه، ام تعلمتها وانت صغير يعني في الصغر يعني؟ واهميه ايضا تعلم اللغه في انك تصل الى قلوب اللاعبين، الى علاقه جيده بين الجميع. كانوا لاعبين ملي كنت انا يلاه بديت في الكره، بديت المشوار ديالي، كانوا لاعبين اللي كبر مني وعندهم تجربه، كان النصائح ديالهم هو انني نتعلم اللغه، حيت نهار غنوصل للبلاد الاوروبيه المدرب كيهضر باللغه الانجليزيه ما يمكنش يبقى يفكر فيك، غيهضر غيعطي النصائح ديالو باللغه الانجليزيه، خصك تكون كتفهم. دونك انا حاولت نربح الوقت وانا كطفل، حاولت نتعلم، والحمد لله اليوم كنهضر الكثير من اللغات، وهذا الشيء كيعاونني بزاف في الكارير ديالي. نايف، الحديث الان عن المستقبل، ما هو الهدف؟ لما تحدثنا عن ويست هام يونايتد في القادم من جولات، الهدف اللي يضعه الفريق، يضعه ديفيد مويز يتحدث فيه معكم، ورأيك أنت شخصيا إذا ما تحدثنا عن ديفيد مويز كمدرب، هل هو من المدربين القريبين من اللاعبين بشكل عام، يعطي انطباع إيجابي من التوليفة من المجموعة ككل؟ كيحاول اللي صعيب فهاد ملي كتكون في هذه الفتره الصعبه ديال الهزائم وفي منطقه الخطر كما سميتيها، فصعيب انك تكون قريب لاعبين، كيحاول يلقى الحلول اكثر ما يكون قريب لينا حنايا. ولكن انا متفائل حيت كما قلت لك ملي كيكون فريق وعندك جوده عاليه في التدريب، وكتشوف لاعبين كيتقاتلوا باش يخرجوا من ديك باش يهرسوا ديك الفتره الصعبه، فانا متفائل بزاف صراحه. وان شاء الله ربحنا برينتفورد، خصنا نربحوا الماتش اللي موراه ونقلبوا على كما قلت الماكسيموم ديال النقط. نايف، في بعض الصور اللي جاءت من المونديال اقتراب لاعبي المنتخب من امهاتهم تحديدا، من الامهات، من العائلات بشكل عام، كانت من اللحظات الفارقه. يعني ان ما عدنا للحديث عن هذه النقطه التي ساختم بها، ماذا عن أهمية هذا الأمر؟ صورة اللاعب العربي الذي وصل إلى إنجاز ووضع الأم أولا في واجهة هذا الإنجاز كشكر كتقدير لكل ما قدمته، ما هي الرسالة التي أراد لاعبو منتخب المغرب أن يوصلوها بهذه الخطوة؟ كان عقل درنا واحد الاستجواب أنا وياك في فران، وكنت قلت لك باللي الأم ديالي هي العينين ديالي، فاللاعبين كاملين في المنتخب كيفكروا في حالي. اليوم ملي هضرنا على ديك الطاقه الايجابيه ما يمكنش نفكروا فيها وما نفكروش في الام والدعوات ديالهم. احنا كمسلمين كعرب كنفتخروا بهذا الدين ديالنا، وفي الدين ديالنا الجنه تحت اقدام الامهات، دونك الجنه اللي كبيره وتحت اقدام الامهات. دونك الحمد لله حاولنا نبينوا باللي الهدف ديالنا كان الناس خصهم يشوفوا باللي واخا كره القدم، واخا الشهره، واخا المال، ما خصكش تنسى الام ديالك اللي هي قريبه، والاب ديالك حتى هو، كل الام كتبقى شي حاجه اللي فريده منها. أشكرك جزيلا على هذه الإجابة اللي سأضعها مسك ختام لهذه المقابلة. في نهاية هذا اللقاء كل الشكر لنايف أقرد.